الحقيقة يا أستاذة خديجة بعض الأزواج بيكون عنده يعني مش حابة أقول من الكبر، ولكن إنه شايف إنه لا يليق بيه كرجل إنه هو اللي يبدأ ياخد زمام المبادرة ويتكلم مع زوجته. وزي ما انتوا بتقولولي رمضان داخل ولابد ان انت يعني تحل المشكلة ما بينك وبين زوجتك، كلموها هي اللي تقدم، وهي اللي تيجي تبدأ سواء هو كان غلطان أو مش غلطان. في الحالة دي احنا يعني هل التصرف الصحيح ان احنا نفضل ننصح الزوجة مرارا وتكرارا ان هي اللي تبدأ بالمصالحة، وان هي عمود البيت، وان هي اللي عليها دور كبير جدا، وتقدم على الزوج علشان خلاص رمضان بدأ، مش لسه هنتكلم عن بداية، لا هو خلاص بدأ والاتنين متخاصمين. هل هنا يعني هنضغط على الزوجة أكتر علشان جو البيت ما يبقاش فيه مشاحنات في رمضان؟ هو ما راح يكون في مشاحنات ظاهريا، لكن في دائما ايش الضغط هذا يولد الانفجار فيما بعد رمضان. لكن احنا بيبان يا أستاذة خديجة، وبيبقى جو البيت سيء جدا. ما هذا هو، عشان كذا احنا نذكر الزوج والزوجة ونقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يبدأ بالسلام. هذا أظن يكفي في إنه إحنا ننزل من البرج العالي، وكيف أنا أبدأ وكيف وكيف وكيف. النبي صلى الله عليه وسلم سهل الموضوع ذا: وخيركما من الذي فيه خير أكثر فليسارع كل منهما إلى هذا الخير. إذا كانت المرأة التي قدمت معناها هي أفضل من هذا الرجل بمصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قدم فهو معناها أفضل منها. وهنا لازم نتذكر نحن أي شيء اليوم الرجل راح يقدم فيه ويسير فيه باتجاه العلاقة الزوجية في إصلاح هذا الزواج، هو سير في اتجاه طاعة الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني لازم يتذكر الرجل اليوم من الشيء اللي راح يقوم فيه ما راح يقوم فيه من أجل هذه المرأة تحديدا، إنما من أجل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه اليوم كلفك أنت بالقوامة. والقوامة ليس معناها فقط أنه أنت تأكلها وتشربها، إنما حتى تقودها أيضا في الأخلاق وتسارع وتسبقها في حسن الخلق حتى تتعلم منك اليوم الرجل لما يقدم هذا ما هو تقليل من قدره، لما يقدم تنازلات ما هو تقليل من مكانته ومنزلته، بالعكس. يعني هذا يدل على كرم الأخلاق وحسن أخلاق هذا الرجل لما يقدم تنازلات ويقدم نفسه ويقدم دائما الخير والصلح، ويكون هو الأسهل وهينا لينا، معناه هو الأفضل، هو الذي يستحق أن يقود هذه الأسرة. إذا قدمت المرأة وقامت فيه، هذا ما تقوم به النساء أساسا لمحافظة على البيت نفسه فعلا. فهي أيضا أفضل في هذا الجانب. لكن تمسك كل واحد برأيه ما يتناسب أساسا مع عظمة الشهر وعظمة الأيام هذه الفضيلة التي نمر فيها. يعني ما في شيء يستحق أساسا يعني. وهذا اللي احنا بنتربى عليه في شهر رمضان، إنه الإنسان بيترك كل شهواته وكل رغباته. من ضمن الشهوات اللي هو الثأر للنفس والاعتداد بالرأي وهو إلى آخره. فالإنسان لما يتركه لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى راح يجازيه أفضل الجزاء، يعني جزاء أفضل مما ينتظره من الناس. وهذا نحن دائما نحث الجميع نقول لهم ايش؟ خيركم الذي يبدأ بالسلام. خلاص نقف عند هذا الحديث ونبدأ نمشي حياتنا على هذا الأساس.